جهد لا جهد الله، جهد لا جهد الله. هي السيد مسكين هاد العريس يجي وما جاش. اللهم تنوض ودير فيديو وتقول لي ما ودي ها الشروط اللي بغيت انا مثال يكون في العريس، وخصني انا نتزوج وحقا كذا، وكيفاش غايونس هو اللي يتزوج، تا انا خصني نوض نتزوج. متابعينا الكرام، تحياتي لكم، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم فيديو جديد في نهار جديد. كالعاده ما تنسوناش من الدعم ديالكم، اللايكات ومن التعليق الزوينه ديالكم. ومرحبا بكم نحلوا الفيديو اللي خرجت به سميره، فيديو اللي كتبت فيه بان يعني باغا تزوج ولا انها تزوجات ولا انها كذا. هذا الفيديو هذا عامر كله تناقضات. اول تناقض شنو قالت بان المتابعين، انا ما كنبغيش نشارك معكم اودي كل مره نقول لكم حق رانا تخطبت، رانا دخلت في علاقه، راه انا عندي تجربه، راه انا كما كدير يسرى، رانا درت حق راه فشلات. قالت لكم لا انا ما كنبغيش ندير معكم شي حاجه حتى تكون جديه، يعني حتى يكون الامر يعني محسوم انني سوف اتزوج. في ديك اللحظه قالت لكم غادي نعلن ونقول لكم فلان من فلان من قرطخان كذا كذا سوف اتزوج به. ولكن كانت تفاجأ في الفيديو وهي تحكي لنا عن مغامراتها. ياك ودي سميرة قلتي ما تحكيش، ياك قلتي لما كانت شي حاجه اللي هي جديه ما تقوليهاش. علاش عاودتينا على هذا الزواج ديال هذا السيد اللي حدا كندا؟ علاش عنده 3 ديال الاولاد وانت عندك 4 ديال الاولاد؟ وحقا انا الراجل. والخطير في الامر المتابعين، الخطير في الامر هو ان هذه السيده رغم الكميه الهائله ديال النفقه اللي كيحطها يونس الا ودائما مقصياه. كتقول لك انا الراجل وخصو يخدم ليا على ولادي وخصو، راه يونس كيعطي لولادك النفقه. كيفاش؟ ما فهمتش انايا، والله ما فهمت، اقسم بالله. يونس مسكين تيحط النفقه شهريا كيحط النفقه، وابراتشي كامل غير في الدعوه الاولى راه كنحط ليها شي 130 مليون ولا ما نعرف. هذيك 130 مليون تشدها شي مرا مسكينه هنا في المغرب اللي تكون امراه يعني مثال مرا ديال الزمان نيت، هذيك 130 مليون راه دير بها مشروع ليها ولوليداتها وتعيش مخيره. انت شديتي 130 بلوكيتيها وخدامه نعامه سيدي في اليوتيوب، وعاد اللي كيجيوك وعاد داكشي اللي كيراشرش وعاد كذا وعاد الحماق وعاد كذا وعاد اللي كتدخلي على وليدك بالتجاره ديال ولادك، انت شاده ولادك كتجاره. يونس مسكين راه كاع ما كيصور بهم، مع ان عنده الحق انه يصور بحال بوكريشه. بوكريشه راه عنده حق يصور بولادو، تا يونس عنده حق انه يصور بولادو مادام انه كيعطيهم النفقه. بوكريشه راه كاع ما كيعطيهم النفقه وكيصور بهم. اذا يونس هو هذوك راه ولادو ومن حقه انه يصور بهم، ومع ذلك كنلقاو هذا السيد هذا كاع ما كيصور بولادو، ما عمره طالب انه يصور بهم. وانت دايرهم مشروع استثماري كتدخلي بهم الفلوس، ودائما ولادي ام الاولاد، ولادي خدامه على ولادي، كندير لولادي، انا الشجره المثمره، انا التي تزهر، انا التي كذا، انا التي كذا، وشحال ديال التباوحيط وشحال ديال البكا وشحال ديال وهي مجرد الدراري دارتهم باش تخدم بهم. وعاد قالت لك حقا انا ولادي وخصني ملي يكبروا ما يعرفوا ولدي غادي يسمعني كنهضر على الزواج وكذا، وليدي والدراري كيعرفوا على هذا ولدك مسكين ملي غادي يولي يعرفوا غادي يلقى الفيديو ديالك اللي كنتي كتقول لباهم بانهم لوبيه، هذاك ما غاديش ياثر عليه. واش هذاك الفيديو ما غاديش ياثر عليه؟ انا ما عرفتش انا هاد بنات الشيفور يعني كيديروا الكذبه وكيقولوها وما فهمتش انايا مثل واش عندهم مثل شي نسيان في الذاكره ولا شنو، ما فهمتش انايا. راك خدمتيها بالشوهه والفضائح، باش خدمتي باش طلعتي اصلا كتقول لك حقا انا الراجل خصو يصرف عليا ويداويني. على يونس ما كانش كيصرف عليك، على يونس ما كانش كيداويك، ها، على يونس كان كيتعامل معك خايب. يونس كان كيدير لك غا هكا حتى النهار اللي كاع ملي وقفتوا على الطلاق وكنتي كتخرجي وكتكلاشيه وكتبارطاجي الناس، ومع ذلك مسكين ما عمره تكلم. بل اكثر من ذلك دخلتيه في واحد الحاله، في واحد المرض نفسي اللي اكثر من 2 سنين والسيد ما كاينش نهائيا، غائب تماما 2 عام وهو غايب. حتى لملمه يعني مثل شتات نفسيه عاد خرج. ومن بعد من مسكين وتزوج، ايوا راه حالك عاوتاني ديشارج القنوات وما كاين غير كذا. يونس باقي لحد الساعه يقذف في شرفه وفي كرامته وفي زوجته بسببك انت، لانك انت اللي كنتي عطيتي الضوء الاخضر لك القنوات انهم يديروا هذا الشيء هذا. على انت راعيتي العشره، حنا كنعرفوا العيالات ديال بصح رغم كيوقع الطلاق ما بينها وما بين الراجل ديالها ما كينساوش العشره. انت العشره ديالك مع يونس نسيتيها مع الدوره،
ماشي غير يونس امي حاده كانت كتعبرك بحال بنتها، وبا قدو المسكين كان دايما يدافع عليك وما عرفت شنو، وداك الشيء كامل ضربتيه بعرض الحائط وخرجتي وكشرتي على الانياب ديالك، وبينتي بانكم كلكم من نفس الشجره، شجره الزقوم. شجره الزقوم. والان كتخرج تتكلم، قالت لك حق انا الراجل وخصو مثل، وكتكلم بحال اللي تقول لك الدراري يتامى ما عندهمش باهم، هو باهم كيحط لهم ميزانيه ديال النفقه كل شهر. حتى لما حطاش كل شهر فهي كتجمع حتى كتاخذها كوينطه، حتى كتاخذها نعم سيدي مليينات. وكتكلم قالت لك حقا بان ولادها خص شكون يصرف عليهم وشكون كذا، وراه كيصرف عليهم باهم، راه باهم كيصرف عليهم. علاش ما تقوليش بان باهم كيصرف عليهم؟ علاش ما تقوليش بان باهم كيحط لهم النفقه ديالهم؟ علاش ما تقوليهاش؟ علاش؟ ولو انك فعلا كتعاملي مثال ونيتك زوينه، وبانكم معروفين على انكم نتوما عائله كلكم بانكم دراوش مزيانا، ترى يونس دائما يجي يشوف ولادو ويخرجوا معاه ويديهم معاه كذا. ولكن نتوما خطر. يونس راه كيشوف، راه شاف اختك كيفاش انها اتهمت الزوج، اتهمت اب انه كيمشي لبنته، وديك الشيء لا اساس له من الصحه ولمده سنين. ها كيبغيش مثل هاد يونس مسكين يتيق، كيبغيتي مثل هاد يونس مثال يجي ويدي بناتو ويخرجهم ويباتوا معاه ويشد بنته ويجلسها في حجرو. نتوما راه خطر، نتوما راه خليتو كل الامهات يفقدوا الثقه مثال، اولا انهم يشكوا الا شافوا غير شي زوج حط بنته على رجلو يشكوا. نتوما وسختوا هذا العالم، وسختوه. والخطير في الامر هو انكم نتوما وسختوا العالم وكتطلعوا بجوكم مخلط كيسحب لكم حق راه نتوما راه مزينين. انتم وسختوا العالم، هذه حقيقه اللي كيعرفوها الناس العقلاء، ماشي الناس اللي هما تابعين خصهم غير هشيك بالشيك. اما الناس اللي هما مثال فعلا الناس عقلاء عارفين بانكم وسختوا هذا العالم، لا انت ولا اختك ولا عمتك، وسختوا هذا العالم هذا، وسختوا لينا بلادنا مع كامل الاسف. قال حقا جاني واحد الراجل ما هو من المغرب ما هو من العرب، ما وشكون يقبل عليك انت؟ شكون هذا الراجل المغربي ولا العربي اللي غادي يتزوج بك انت؟ هو شايف الفضائح اللي درتيه وشايف بان الراجل والده معاه 4 ديال الدراري وخرجتي قلتي لهم لا هذاك غير مسيولوبيه. شكون هذا اللي غادي بطبيعه الحال غادي ياخذ شي واحد اللي هو من تلك الخالي من الدنيا، ربما يكون حتى اللغه العربيه ما كيعرفهاش، هذاك هو اللي ربما يقدر انه مثال ياخذك. اما شي واحد اللي هو عارفك وعارف مثال اللغه ديالك وعارفك شنو درتي وعارف الفضائح ديالك وعارف الشوهه ديالك، هذا كيدير، هذا كيدير يثيق فيك، هذا كيدير يثيق فيك. هذا راه يقول لك هو يونس كان مسكين ما عرف شنو داير ليها، ما عرف شنو داير ليها داك يونس، ما عمره غوت عليها ولا دار ليها، ودائما باغا مريضه يديها للسبيطار، يديها لهنايا ها السوبر مارشيات هكذا. انت ما كانش عندك الذوق ملي كنتي مع يونس. وهذا ميساج بالنسبه لهذوك الناس اللي تقول حقا شو كي كانت وش كي ولات. هي ما كانش عندها الذوق، هي ما كانش عندها الذوق، ولكن اللحظه اللي هي تعاشرت مع يونس وكذا عاد ولا عندها واحد شويه ديال الذوق، بحكم انها مثال كانت كتخرج معاه وتشوف كذا. هو كنتي تغيري بهذه الطريقه بحال هكا وتمشي مع يونس؟ لا لا، هي بغات تطلع، هي بغات تطلع. وهادشي كامل نوضاتو على ايش؟ نوضاتو على الفلوس. شوف سبحان الله، شي ملي تيكون الفراق او ملي تيكون الطلاق من اجل الماده، اقرا على الدنيا السلام. شي ملي كتكون التضحيه ب4 ديال الاطفال من اجل الماده، خطير. دابا مثال ولادك ملي غادي يكبروا، مثال الدراري ولادك ملي غادي يكبروا، ولدك عمران ملي غادي يكبر وغادي يسولك ماما شنو الاسباب اللي طلقتي من بابا، غتقول له حقا راه صيفطوا ليه 100 مليون مابغاش يقسمها معايا 50-50. ويلي يا ماما على نتوما كنتو فارقين، هيك هو بابا كيف كنتي كي هو. لا، انا بغيت فلوسي يكونوا تحت مني. ما كتسوليش راسك هاد الاسئله هادي، كتسوليها حقا مثال لا ولدي عمران غادي يقول لي حقا ما انني مثال وانا كنهضر على الزواج. يا سلام، دابا انت مثال كتهضر على الزواج مركتي قدام ولدك، وما ملي غادي يقرا ملي غادي يشوف الفيديو ديال باه مسيو لوبيه، ها كي غديري؟ تخرجي عينك تقول له راه لوبيه. ايوا غادي يقول لك ماما شكون با مني هو مسيو يونس لوبيه؟ من هو ابي؟ اين ابي؟ ما شنو تقولي ليه في ديك اللحظه هذيك؟ في ديك اللحظه هذيك ماذا سوف تقولين له؟ والله الا قالت لك حقا لا، انا المتابعين، انا راه ما كنبغيش نشارك معكم يعني العلاقات والمصاحبه والتعارف مع الرجال وكذا، ما كنبغيش نشاركهم معكم حتى تكون شي حاجه جديه. ايوا هذه اللي عاودتي لنا ليها جديه، هي قلتي ما كتبتش، اذا علاش عاودتي عليها؟
وكتحط الشروط ديالها زعما، يعني هي حاطه راسها، يعني مثال ناضت كدير يعني مثال اشهار للزواج، كتقول للناس يعني مثال تزوجوا بيا، انا راه باغا نتزوج، انا راه شاعله فيا العافيه، خصني نتزوج. كيفاش يونس تزوج وانا ما نتزوجش؟ خصني نتزوج. والراجل ها كيفاش مثال الراجل يكون عام سيدي بوكو العاقه، يكون بوكو العاقه ويكون خدام، يكون خدام من المزيان. انا راه باغا نزيد نكبر العاقه ديالي، ماشي يطمع فيا ولا شي حاجه، لا، يكون بوكو العاقه ويكون كبير باش يمشي قبل مني. نبقى انا. وقلت لهم حقا بالنسبه للناس اللي تقول لك حقا مزوجه 3 مزوجه 4، رانا مزوجه غا 2، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، 2 وجاي الثالث تبارك الله، ما كاينش غرام ديال المشكله ودي اخميره، ما كاينش غرام ديال المشكل بصحتك وراسك. حنا كنا كنعرفوا الرجال هما اللي كيديروا التعدد، دابا حنا شناك انت هي اللي درتي التعدد، الاولاني نعم سيدي والثاني، وبدلي وكانك كتبدلي في الطوموبيلات والو. اللي ما اللي طلع لك في راسك ولا ها يلا دوز. احقا وبغيتو يكون بخدمته، لازم ما يونس ما خدامش، على يونس ما خدامش، يونس ما خدامش. سبحان الله سبحان الله. هادي يونس مسكين ما ولا خايب حتى ولات الرابع، ما بالك خايب في الاولى، ما بالك خايب في الثانيه، ما بالك خايب في الثالثه، حتى درتي 4. عاد يونس ما يسوى ما يصلح وخايب ومعيشني في القهره. وشوفوا يا المتابعين كيفاش ما تبقايش تحطي هذوك الفيديوهات اللي كنتو كديروا، هذيك راه كنتو مجرد انكم مثال خدامين، الفيديوهات مجرد انكم خدامين، ولكن الواقع شيء اخر. سبحان الله والله القاسم. المهم دارت الاشهار يعني الان هي الشروط ديال الزواج. خلى هذيك الفيلم المصري، واحد المسلسل مصري قديم كان كيدوز، ديال عايز عروسه على المقام، عينيها خضراء بشعر اصفر. دابا هي كتقول عايز رجل يكون كبير في السن ويكون لاباس عليه وما يطمعش ليا كذا وولادي وكذا 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 وكذا. والغريب في الامر هو انك شنو قالت انا يعني هذاك السيد كان قال لي حقا نتزوج بيك، وحقا بلا ما تجيبي لي ولادك، راه انا اصلا عندي 3 ديال ولادي، وانا بحكم انني ما عنديش عدم نخلي ولادي، ما عنديش عدم نخلي ولادي، لان امي كبرات وبا كبير. اختي مثال كانت خلات ولادها، كانت امي باقا صغيره وكذا ما كذاش. علاش تخليهم عند امك ولا باك؟ وعطيهم للسيد، عطيهم لباهم، عطيهم لباهم. وباهم راه عنده والديه، راه امي حدا وبا خدو يديروهم فوق راسهم. راه كيحماقوا على الاحفاد ديالهم. امي حدا مسكينه شحال بكات نهار اللي ديتي ليهم الدراري، شحال بكات وشحال بكات وشحال بكات، هي وباقا الدور بقاو تيبكيو الا تنشفوا ليهم العينين ديالهم من الدموع. هما كيشوفوا وليداتهم اللي تولدوا على يديهم وكبروا قدامهم، وكيشوفوا في 4 ديال الحفيدات ديالهم حرمتيهم منهم، 4 ديال الاحفاد حرمتيهم منهم. كتقول لك حقا ما عندي لما نخلي ولادي، وقتي تمشي تعطيهم لجدودهم يخشيهم في وسط عينهم. وانتي سيري مع راسك تزوجي وتفطحي وعيشي مع راسك الحياه. سبحان الله. لا والو، يونس هو يعني العدو ديال هاللادود. ايوا كنتي مزوجه طلقتو الله يرجع للبركه، خلي العلاقه ديال الوليدات مع باهم مزيانه، وتكلمي على السيد بالخير. واحد الوقيته كانت بينكم وبينهم، كانت بينك وبينه عشره ولمده سنين، والو. سبحان الله. هاد النوع هادو ديال العيالات ان فواتي وقع الطلاق، والغالب في الامر بان هي اللي طلقات، لان كانت بان ليها مشروع استثماري قدامها 4 ديال الاطفال من طبيعه الحال كلشي غادي يتعاطف معاه. حنا كنعرفوا المغاربه والقلب ديالهم الحنين، ان فوا كيسمعوا مراه طلقات ب4 ديال الدراري صافي تيقول لك مسكينه الراجل خايب، لا ودي، راه هي اللي طلقات. راه يونس حتى لاخر لحظه وتيقول لهم انا بغيت ولادي، انا باغي ولادي، ما بغيتش نطلق. وهي تتبتسم بديك الضحكه ديال الجوكر، ماشي الجوكر باك ديالنا، لا، الضحكه ديال الجوكر ديك الشرير. وكتقول لهم لا انا باغا نطلق. علاش؟ لان مشروع مربح جدا، وديك الشيء هذاك هو اللي كان. حنا كنشوفوا دابا حاليا هي هادشي كاع كامل دارتوه باش تنفخ ودير وكذا وطلص زلط كذا. هو في الاخر فين هما الرجال؟ عياد صابره ناضت دارت فيديو، اريد زوجا، اريد ان اتزوج. لا حنينتي، لا حنينتي، لا. اي واحد كيعرف الماضي ديالك وكيعرف ماذا فعلتي مع الطليق ديالك اللي هو يونس، يستحيل يثيق فيك. هذه حقيقه.
يستحيل انت راجل متزوجتي به وكنهزك فوق راسو هو ووالديه، ولدتي مع 4 ديال الدراري، وفي الاخر خرجتي شوهتيه وفضحتيه وما خليتي ما درتي فيه وتاجرتي به وسبيتيه وما خليتي ما درتي فيه، ما راعيتيش ولو غرام ديال العشره، ما راعيتيش غرام ديال العشره، ما راعيتيش. مع العلم على ان مثال التاريخ ديالك تيقول بانك انت اللي فرضتي عليه راسك، انت اللي كنتي كتجي عنده حتى للدار ديالهم كتقول له انا جو تيم اي لاف يو بوكو تزوجني، وكنتي في ديك اللحظه مطلقه، وكان هو يعني بكر رشيد، كان بكرا رشيدا، وانت كنتي يعني مثال فايت لك مزوجه، يعني كنتي فايت لك مزوجه كنقولوا بالدارجه ديالنا، يعني كنتي هجاله، وهو تزوج بك وهو بكر رشيد. عرفتي شنو هي شنو كنوضروا حنا للناس لهذا النوع ديال الرجال ملي كيتزوجوا بشي وحده هو باقي ما تزوجش، صراحه دار معاك زوين، دار معاك زوين، وفي الاخر ولا يونس خايب، ولا يونس خايب، ولا مخسور، ولا بخيل، ولا ما كيعرف يتعامل، ولا كذا ولا كذا. شكون هذا اللي غادي يثيق فيك مثال انه مثال ويعطيك مثال الامان ويتزوج بك؟ وراه بطبيعه الحال غادي يحظي منك، غادي يقول لك هذا هو واحد مسكين 4 ديال الدراري وما عرف شنو قالت فيه، عاد انا مثال غادي تاخذني غير هكا. مع الاسف، مع الاسف هذه الحقيقه ديالك اودي يا خميره، هذه حقيقتك. ولكن كلكم او انك تطلع ديري الاشهار مزيان، شوفي ديري بحال هكا مزيان، ديري الاشهار، ديري على الله وعسى الله يجيب شي كامبو. الله يجيب شي كامبو، هادشي اللي غادي نقولوا، الله يجيب شي كامبو ودي يا خميره. متابعينا الكرام، بزاف ديال الناس بعض المرات يقول لك حقا انت كتضرب ما كدير ما كتفعلش، كلشي راه كاين في اليوتيوب، كلشي كاين، حنا كنحلوا داكشي اللي شفناه وداكشي اللي تحط. هاد الانسانه هادي كانت مزوجه بيونس 4 ديال الاطفال ولده معاه، وفي الاخر ما عقلتش عليه وخرجت وقالت له انت مسيولوبيه، والان تتكلم على ان قالت لك حقا ولدها غادي يكبر وغادي تحشم منه حيت كتكلم على الزواج. على ملي غادي يسمع الفيديو ديالك وانت كتقولي بواه مسيولوبيه، ما حشمتي، ما راعيتي، ما حتى شي حاجه. وباز الارشيف راه ما كيموتش، الارشيف لا يموت، لا يموت. متابعينا الكرام، تحياتي لكم كبيره بزاف، نتمنى انكم ما تنساوناش من الدعم ديالكم، اللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم، ورحنا غادا حكا وحنا كنناقشوا وكنحلوا، وما عندناش غرام ديال المشكل، ما كنحقدوا على حد، ما حتى شي حاجه، نناقش ما يشاركه معنا هاد الناس المؤثرين، لا اقل ولا اكثر، بدون سب ولا شتم ولا قذف، والله يسهل على الجميع. السلام عليكم.